سؤال الجريدة يقول كالتالي: ما هي قراءتكم للأحداث الجارية في سوريا؟ جواب تبون: سأعترف لكم، أردت في قمة الجامعة العربية في الجزائر إعادة إدخال سوريا إلى المنظمة. عارض ذلك بعض البلدان، بينما دعوا الرئيس بشار الأسد إلى القمة التالية في الرياض لعرضها آنذاك هما القطريين والسعوديين. وهنا راه يقول باللي عرضونا في الجزائر ما حبوش يجي، لكن هما عرضوه في الرياض، يقصد هنا بن سلمان أساسا. ليست هناك دائما تضامنات في العالم الشرقي، أما الباقي فقد تحدثنا دائما مع الرئيس السوري السابق مع كوننا حازمين معه. قال لهم احنا كنا نتحدث مع بشار بصح كنا حازمين معه. تبون عندما مرة أخرى يدعي الحكمة بأثر رجعي. لم نقبل أبدا المجازر ضد شعبه. قبل سقوطه أرسلت له مبعوثا. كانت الجزائر تقترح بموافقة الأمم المتحدة أن تكون وسيطا ليتحاور مع معارضيه. لم يتحقق ذلك. هذه عندما قريتها نهار اللي خرج هذا الحوار قلت حقا تبون لا يستحي، حقا تبون لا يستحي. وعلقت عليها، ارتكب مجموعة من الأخطاء. أولا يكذب كي يقول، قال لك أنه كنا حازمين معه، قلنا له رانا ضد المجازر. دعنا نفترض أن هذا الكلام قالوا، لكن هذا مش صحيح بطبيعة الحال، لأن الحقيقة أن تبون أحد يعني اللي حاكم فيه اليوم شنقريحة هو الحاكم الفعلي والشخص الأول في البلاد، ارتكب مجازر مرعبة ضد الجزائريين والجزائريات. شنقريحة ارتكب مجازر وشهادات موجودة. في شهادة اللي نشرها أخونا الضابط السابق، وشهادات أخرى. كاين شهادات عني لا أستطيع أن أنشرها لأن أصحابها راهم في الجزائر، لكن شنقريحة قام بمجازر رهيبة في البويرة، في الخضارية، في بومرداس، في تيبازا، في البليدة وما جاورهما. لم يكن وحده، لكنه مارس مجازر رهيبة، مارس اغتصاب هائل. ثم لما نقل إلى لويتيان بيبي الفرقة الثامنة المدرعة في بالعباس، ارتكب مجازر أفظع. مجازر الرمكة كانت إما تحت إشرافه مباشرة عن طريق الجية اللي كانت تابعة لهم، وهذا الكلام بن حديد الجنرال حسين بن حديد صرح به وقال بأن بن شيحة كان يخدم مع الDRS، وبن شيحة اللي كان يقود كتيبة الأهوال، أفظع كتيبة على الإطلاق فيما عرف بالجية، اللي خرج فيما بعد الجنرال حسين بن حديد وقال لنا أنها كانت تابعة الDRS. والجنرال بن حديد بالمناسبة كان هو قائد لاويتيان بيبي في بالعباس قبل أن يرسل إلى قائد الناحية العسكرية الثالثة في بشار. اللي خلفه أو خلف اللي خلفه هو شنقريحة في لاويتيان بيبي، فهو يعرف ما يقول. إنها شهادة الجنرال حسين بن حديد، ليست شهادة إنسان عادي أو معارض. كما أن شهادات الملازم سويدية كانت موثقة، بغض النظر عن الناس ربما مرات ينتقدوا السويدية، لأن بعض الناس كتبوا لي قالوا لي السويدية فعل ولم يفعل إلى آخره. هذا شيء آخر وهذا نقاش آخر، لكن احنا نأخذ هنا شهادة سويدية اللي تأكدها قرائن أخرى وشهادات أخرى. وإذا كان إنسان أخطأ في عمل ما معين في مكان ما، فهذا لا يعني أننا ننفي عليه أشياء أخرى. والحقيقة أن سويدية ثبت عنده أكثر من 20 سنة، وكتابه كتاب الحرب القذرة أضر بكثير العصابة في الجزائر. وفي الكتاب الحرب القذرة يتكلم على شنقريحة وعلى وقائع محددة. فتبون اللي جابوه العسكر يريد أن يقول لبشار لا ترتكب المجازر، بينما صحيح بشار كان يرتكب مجازر مرعبة، لكن في الحقيقة اللي جابوك يرتكبون مجازر أيضا. ارتكبوا مجازر وانتهوا من اللي راهم واضعينك كرئيس. وشفنا كيفاش شنقريحة يتنقل معاه كما يتنقل البيبي مع مو. لكن اللي هي أسوأ من كل ما قال هنا هو أنه قال أنه كان يريد أن يتوسط بينه وبين المعارضة، يتوسط بين بشار. قال أرسلت له مبعوثا وكانت الجزائر تقترح بموافقة الأمم المتحدة. دائما يزيد الأمم المتحدة لأنه هو قالها أكثر من مرة، قال لك السمع والطاعة للأمم المتحدة.
بموافقة الأمم المتحدة أن نكون وسيط ليتحاور مع معارضيه. يعني تبون أنت راك تقول لنا باللي كنت تريد أن تتوسط ما بين نظام بشار ومعارضيه المسلحين، معارضة، لأن المعارضة الحقيقية اللي كانت مسلحة في سوريا. ما هذا؟ هذا ضد أفكاركم. أنتم لا تتحاورون مع معارضيكم السلميين، أنتم تسجنون المعارضين السلميين، حراكيين وغير حراكيين من قبلهم. أنتم تخوفون اليوم المعارضين اللي موجودين هناك، دكتور أحمد بن محمد، كريم طابو، فضيل بومالة، قاضي إحسان، وقائمة طويلة، ناهيك عن أعضاء حركة رشاد وعن حراكيين الشباب وغيرهم، وتسجنونهم، وهناك قائمة طويلة منهم. كيف أنتم الذين ترفضون الحوار مع المعارضين السلميين تتوسطون مع المعارضين المسلحين ونظامهم؟ هذا ضد كل ما تقولون، هذا تناقض رهيب. ثم كيفاش تروح إذا تروح توسط معناها تعترف بهم، يعني تروح تعترف بالمعارضة المسلحة السورية اللي أمريكا كانت واضعة 10 مليون دولار على رأس الجولاني، وهو واحد، هو صحيح كان الفصيل الأبرز، لكن كانت كاينة فصائل أخرى أيضا. كيف يحدث هذا؟ أنت تتحاور مع الإرهابيين، لأن بمنطق ذلك التاريخ هؤلاء إرهابيين، وهذا موجود في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، طبعا الجولاني موجود في مجلس الأمن أنه إرهابي. كيف؟ في الحقيقة حالة من حالتين، إما تبون كان شارب حاجة وما كانش عارف وش يقول، وإما أن هذا الكلام صحيح، وإلا كان هذا الكلام صحيح فهذا كلام خطير جدا، لأن تبون يقول لنا أنه كان يريد أن يتوسط بين ما يسمى، وأنا أقول ما يسمى لأن الجهات الأخرى هي اللي كانت تسميهم إرهابيين، أنا شخصيا كنت أسميهم المعارضة السورية المسلحة وثوار سوريا، والنظام الحكم. هذا يتعارض مع أفعالكم، مع خطابكم، ومع حقيقتكم. الحقيقة أن تبون يكذب فقط، وبدل من أن يجد طريق كما وجدها السيسي أو كما وجدها بن زايد، وهما أنهم اعترفوا بالواقع وقاموا بتهنئة أحمد الشرع والعهد الجديد وخلاص، يعني عرفوا بأنهم هزموا فما حبوش يزيدوا على الهزيمة، يزيدوا الأكاذيب. لا، تبون زاد الأكاذيب وقال كان راح يتحاور أو راح يتوسط، وإذا كنت تتوسط يعني أن تعترف بالطرفين، يعني أن تعترف بالقوة المسلحة الثورية. اللهم إلا إذا كنت تقصد أن المعارضين هم اللي كانوا في موسكو أو اللي كانوا في إيران، هذو مش ما كانوش معارضين، هذو كانوا تابعين لإيران، وإيران كانت تحتل سوريا، أو كانوا تابعين لموسكو وموسكو كانت تحتل سوريا. لكن هذا هو تبون.